المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو تخرج دفعة من طلابها. دعم أسر الشهداء في عردات وصنعفه ودقمحره. قادة مجموعة السبع يقررون توسيع العقوبات على روسيا. إيران تجري تجربة صاروخية وسط استئناف المحادثات النووية. وبرلمان الإكوادور يناقش إقالة الرئيس لإخماد فتيل الاحتجاجات. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 4 مواطنين من آخرية وأقحوتة ووسط المدينة ومريض قادم من عدقيح بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 5 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9792، شفي منهم 9676 وتوفي 103، فيما يتلقى 13 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من يونيو 2022. خرجت مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو 121 طالبا يوم 26 من يونيو بعد دراسة استمرت ل18 شهرا. وأوضح مدير المدرسة السيد توماس دراماريام إن الدراسة كانت نظرية وتطبيقية لسد الفراغ في الخدمات الصحية. وقالت منسقة مدارس مساعدي التمريض في الأقاليم الممرضة القانيش تخل قرقيس إن وزارة الصحة فتحت عام 2003 مدارس مساعدي التمريض في بارنتو وقندع ومندفرة بهدف توسيع الخدمات الصحية، وخرجت من ذلك الوقت إضافة إلى هذا التخريج 3944 طالبا. وذكر المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو إن مهنة الطب تتطلب الإنسانية والاهتمام، وعلى الخريجين التحلي بهذه القيم. وتعهد ممثل الخريجين على العمل لإنجاح برامج وزارة الصحة. من جهة أخرى، تخرج 34 ممرضا جوالا في بارنتو يوم 26 من يونيو، وهم من أقاليم الكاشبركة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي وعنسبة. تلقوا التدريب ل6 أشهر. وهدف التدريب الصحي المنظم بتعاون وزارة الصحة وصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف إلى تمهيد الأرضية لحصول سكان الريف النائي على الخدمات الصحية. وقال ممثل اليونيسيف في إريتريا السيد سامويل مينغوزا إن التمريض الجوال أساس الخدمات الصحية المتطورة، داعيا المتخرجين للعمل المتفاني. تلقت أسر الشهداء في مديريات أغردات وصنعفه ودقمحره مبلغ 149 ألف نقفة دعما بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدم عمال المؤسسات الحكومية وأعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء وجمعية أصحاب البساتين 68,450 نقفة لأسر الشهداء. وأشار مدير مديرية أغردات السيد إسحاق طعوم إن الدعم يعكس مدى الفخر والاعتزاز بالشهداء. وقدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية صنعفه 58 ألف نقفة ل30 أسرة شهيد، بينما قدم الكوادر وعمال الخدمة المدنية في مديرية دقمحره 22,500 نقفة لأسر الشهداء. أكدت مؤسسات التعليم العالي والبحوث وكلية العلوم الصحية وكلية إعداد المعلمين على العمل لإنجاح حملة التنمية الخضراء. جاء ذلك خلال قيام الأعضاء يومي 20 و25 من يونيو بأنشطة نفير في مايدمنت. وذكروا قيامهم مع حلول موسم الخريف بحماية التربة والمياه ومكافحة انجراف التربة وتنمية الغطاء النباتي. وذكر خبير التشجير في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد تسفون مسفن إعداد أعضاء مؤسسات التعليم العالي والبحوث والكليات أكثر من 300 حفرة وبناء مدرجات حوضية بطول 800 متر خلال عملهم لمدة يومين.
قدمت قطع الأراضي السكنية في ضاحية حليبو في بلدة مايعداغا بمديرية دكم حريه ل75 من أبناء البلدة. وقدمت القطع السكنية أراضي الملكية الخاصة عبر وزارة الأراضي والمياه والبيئة. وأوضح مدير بلدة مايعداغا سيد أول خير علي إن المواطنين الذين قدمت لهم الأراضي بإمكانهم بناءها بعد إكمال الإجراءات اللازمة. من جهة أخرى، عقب قسم القانون والنظام في مديرية دكم حريه أكثر من 600 مرفق تجاري ماليا لنقص النظافة وبيع مواد منتهية الصلاحية. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القشبركة تواصل الجهود لتوسيع التأطير ومكافحة العادات الضارة ورفع المشاركة في برامج التنمية. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد السيدة يحدق يوهنس لدى لقائها ممثلات المرأة في مديرية أغردات إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات على وجه الخصوص، وإن عدم انتفاء الظاهرة تماما يجعل الكثيرات عرضة للمشاكل. وقالت إن الجهود لا يمكنها النجاح دون مشاركة واعية للمرأة، موضحة منح الاهتمام الجاد لبرامج التوعية. وأشارت إلى خلق الأرضية لتأطير وتنظيم المرأة حتى مستوى إدارات الضواحي لتمكين المرأة من الاستفادة من برامج التنمية والخدمات الاجتماعية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن قادة دول مجموعة السبعة في الاجتماع المخصص بالأساس لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف. كما بحثت القمة مواجهة المد الصيني في البلدان النامية. ويعد الإعلان أول مؤشر لدعم أوكرانيا في القمة التي انطلقت فعاليتها في قلعة إلمو بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا. وسيضفي قادة دول المجموعة وهي ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة على تعهدهم هذا الطابع الرسمي في ختام القمة، علما بأن واشنطن ولندن وأوتاوا وطوكيو سبقا أعلنت التزامها هذا. ويشمل الحظر استيراد الذهب المستخرج حديثا في روسيا وليس الذهب الذي تم الحصول عليه قبل فرض الحظر. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبعة أطلقت برنامجا هائلا للاستثمارات في الدول النامية قيمتها 600 مليار دولار، وتهدف إلى الرد على المشاريع واسعة النطاق التي تمولها الصين. أطلقت طهران صاروخا يعمل بالوقود الصلب في الفضاء، ما أثار توبيخا من واشنطن قبيل استئناف متوقع للمحادثات المتوقفة بشأن اتفاق طهران النووي، وفق ما قال التلفزيون الإيراني الرسمي. وليس من الواضح توقيت أي أو موقع تم إطلاق الصاروخ بالضبط، لكن الإعلان جاء بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية استعدادات في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان الريفية الإيرانية. وكانت إيران قد أقرت في وقت سابق بأنها تخطط لإجراء تجارب متعددة لصاروخ يحمل قمرا صناعيا في فبراير من العام الماضي. وقال البيت الأبيض إنه على علم بإعلان إيران، ووصف مثل هذه الإجراءات بأنها غير مفيدة ومزعزعة للاستقرار. وقال إنه ملتزم باستخدام العقوبات وإجراءات أخرى لمنع المزيد من التقدم في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. بطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافائيل كوريا، يدرس البرلمان طلب إقالة الرئيس جيرمو لاسو الذي حمله نواب معارضون مسؤولية الأزمة السياسية الخطرة التي تهز البلاد منذ أسبوعين. وكان الرئيس قد سحب الإجراءات الأمنية المتخذة لإخماد المظاهرات، وأعلن دعم الأسمدة والإعفاء من الديون وخفض أسعار المحروقات بعدما اجتمعت حكومته مع ممثلي السكان الأصليين. إلا أن خفض الأسعار ب10 سنتات للجالون أقل بكثير من مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون بالآلاف ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ 13 من يونيو احتجاجا على غلاء المعيشة. وقال الرئيس الإكوادوري لاسو إن الجميع يعتبر أن أسعار الغاز أصبحت حجر الزاوية في استمرار الصراع، على الرغم من أننا كحكومة واضحون للغاية أن مثل هذا العامل ليس أصل مشاكل الإكوادوريين على حد تعبيره.
لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 300 آخرين في بلدية إسبينال بمقاطعة توليما وسط كولومبيا بانهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران. ودفع هذا رئيس البلاد إيفان دوكي إلى تأكيد أنه سيطلب تحقيقا بالحادثة. وقال حاكم المقاطعة خوسيه ريكاردو أوروسكو لإذاعة محلية بعد الحادث: هناك 4 قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل. وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا، بينهم 4 في العناية المركزة، وفق ما أوضحت مسؤولة الصحة بالمقاطعة مارتا بالاسيوس. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل قطاعا من المنصة ينهار في اتجاه الحلبة، حيث كان السكان المحليون يشاركون في مهرجان للركض مع الثيران. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أذكر بعناوينها. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مدرسة مساعدي التمريض في بارتو تخرج دفعة من طلابها. دعم لأسر الشهداء في أوردات وصنعفي ودكمحري. قادة مجموعة ال7 يقررون توسيع العقوبات على روسيا. إيران تجري تجربة صاروخية وسط استئناف المحادثات النووية. وبرلمان الإكوادور يناقش إقالة الرئيس لإخماد فتيل الاحتياجات. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.